إلى عشاق الأكلات النباتية والصحية عملت لكم اليوم بامية بالزيت بطريقة جدا سهلة. تابعوا الفيديو للآخر وجربوها، صدقوني رح تعتمدوها على طول. أول شي عندي تقريبا 800 جرام من البامية المفرزة، طبعا فيكم تستخدموا الطازة إذا متوفرة. حطيتهم بصينية مع ملعقة صغيرة ملح وشوية زيت زيتون. وللصوص قشرت قرعة توم كاملة حطيتها بطاجن وغرقتها بزيت الزيتون مع ملعقة صغيرة أوريجانو. صدقوني رح ينقل الصوص لمحل تاني حرفيا. أيضا عندي 500 ل 600 جرام من البندورة، قطعتهم بهالشكل، صفيتهم بالصينية مع رشة ملح وزيت زيتون. لاختصار المكان حطيت بقلبهم طاجن الثوم ودخلتهم على الفرن درجة حرارته 180 درجة مئوية. هنن وصينية البامية أخدوا معي تقريبا 45 دقيقة، ممكن أكتر ممكن أقل ب5 دقايق على حسب نوعية الفرن اللي عندكم. وببولة مناسبة حطيت البندورة والثوم واحتفظت بالزيت على جنب. ضربتهم منيح على الهاند بلندر، واللي ما عنده هاند بلندر ممكن يستعمل الخلاط المنزلي أو يهرسهم يدويا بهراس البطاطا أو الشوكة، لكن ما رح يوصل للقوام الناعم اللي أنا وصلت له مثل ما أنتم شايفين. هلأ بطنجرة على نار متوسطة لقوية نزلت بزيت الزيتون اللي ساويت فيه الثوم وشلته على جنب. ضفت بصلة متوسطة الحجم مقطعة لمكعبات صغيرة، قلبتها شوي لحتى بلشت تدبل. ضفت فوقها ملعقة صغيرة دبس بندورة، قلبتها كتير منيح ونزلت بالبهارات واللي هن ملعقة صغيرة بابريكا، ملعقة صغيرة بهارات الطبخ أو البهارات السبعة، ومكعب ماجي اختياري أو أي نكهة تانية انتو بتفضلوها. حركتهم كتير منيح ونزلت فوقهم بعصير البندورة اللي ساويته من شوي. أول ما بلش يغلي كان قوامه سميك، لهيك ضفتله كوب من المي. حركته منيح، وأول ما بلشوا يغلوا غطيتهم وتركتهم على نار هادية يتسبكوا 10 دقايق. وهيك صار الصوص عنا جاهز. نزلت فوقه بكمية البامية اللي عندي، تركتهم على النار تقريبا من 5 ل7 دقايق. وهيك يا جماعة بنكون عملنا وصفة من وصفات الأجداد بطريقة جدا سهلة وصحية. صدقوني الريحة كانت ولا أزكى من هيك والطعم فوق الخيال. لا تنسوني باللايك والسبسكرايب، جربوها وادعولي.